أنا ما شفتش حد بيكثر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهمومه بتنكشف. والسر في حديث وآية. الحديث لما سيدنا أبي بن كعب قال له: يا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، كم أجعل لك من صلاتي؟ صلاتي يعني ذكري. الربع؟ قال: إن شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال له: النصف؟ أنا آسف. قال له: التلت؟ قال له: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثان؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، أذكاري كلها صلاة على النبي؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. اللي النبي بيقوله ده عليه الصلاة والسلام وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالله يحب أذكارك تبقى صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فلو مش هتعمل كده، على الأقل خلي ليك ورد ثابت. وتاني هفكرك 100 الصبح و100 بالليل، مع لا إله إلا الله 100 الصبح ولا إله إلا الله 100 بالليل. يبقى أنت بتصلي على النبي على الأقل 200 مرة. وأولى الناس بشفاعتي يوم القيامة، احنا عندنا حديثين: حديث من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وحديث ثاني: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة علي. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصينا بكثرة الصلاة عليه يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا من الصلاة فيها علي فإن صلاتكم معروضة علي. فالصحابة قالوا: كيف تعرض عليك وقد أرمت؟ مش حضرتك لما تدفن زي بقية الأجساد الأرض بتاكلها؟ قال: لا، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. عشان كده صلى الله عليه وسلم لما أنت بتصلي عليه قال: ما منكم من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فافتكر موضوع كشف الهم والغم ده، النبي بيدعي لك إن ربنا يسلمك. وبعدين لما ربنا يصلي عليك، ربنا قال في القرآن: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فأنت النهاردة لما تكون في أي ظلمة، أي مشكلة، تكثر من الصلاة على النبي، إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. والنبي في قبره الشريف عليه الصلاة والسلام يقول لك: وعليك من الله السلام. وربنا لما يصلي عليك يخرجك من الظلمات إلى النور. أكتر من كده إيه؟